اهلا بيكم، اتمنى تكونوا بخير. في الفتره الاخيره عملنا مقارنه ما بين البويا باي ام 1 الاصلي والبويا باي ام 1 التقليدي، ووضحنا الفرق بين الاثنين وازاي تعرف الاصلي وازاي تعرف التقليدي. واللي ما شافش الفيديو هيجده في البطايق الخاصه بالفيديو. المهم فيديو النهارده هنتكلم عن المايك المنافس ليه في نفس الفئه السعريه، وهي فئه سعر 150 جنيه. هو مايك لينس جو ال واي ام دي ام 1، وده سعره حوالي 150 جنيه. المهم فيديو هيكون عباره عن ايه؟ كالعادة طبعا هنفتح العلبة ونشوف محتوياتها، وبعد كده هنجرب صوت المايك ونقارنه بالبويا باي ام 1 بحيث نعرف الفرق بين الاتنين. المهم قبل ما نبدأ الفيديو حابب اوضح ان الفيديو ده برعاية كامبرو ستور، والستور ده متوفر فيه كل شيء يخص الكاميرات واكسسواراتها، وهتلاقي كل التفاصيل الخاصة بالستور في وصف الفيديو. المهم نبدأ بفتح العلبة مع بعض. نفتح العلبة مع بعض. محتويات العلبة زي بالشداد، وده الفلتر والمشبك، ده سيليكون. طبعا ده لان السلك 6 متر فانت محتاج تلف حوالين السلك، والميزه دي مش متوفره في البويا باي ام 1. دي شنطه شبه شنطه البويا بس خامتها اضعف شويه. تقريبا نفس تصميم البويا باي ام 1. ده الحجر اللي لازم تشيل البلاستيكية دي عشان يشتغل. هنشيل لما نجرب. هنا كاميرا فون مشابه للبويا باي ام 1 او تقريبا هو. اتنين شبه بعض، بس هنا الجزئية بتاعت التحكم اقرب للمايك، هنا العكس، جزئية التحكم اقرب لل 3.5. المهم حاليا ننتقل لمرحلة تجريب صوت المايك ونكمل الفيديو. حاليا انا بتكلم من مايك بويا باي ام 1، بعد كده هنتقل للينس جو وانهي بيه الفيديو. المهم حاليا ننتقل لتجربة المايك الاخر. حاليا بتكلم من المايك اللينس جو، وده صوته من الموبايل. طبعا انا لسه ما سمعتوش فمعرفش هو جيد ولا سيء، والحكم هيكون لكم. المهم بكده الفيديو انتهى، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو حد عنده سؤال اتفضل في التعليقات، وانتظروا الفيديوهات القادمة. سلام.